قولوا عن نادي الزمالك. في المقابل زعل جدا هو كابتن سمير وكل الناس اللي موجوده عشان قلت ان الترجي كسب بنوع من التوفيق والحظ في المباراه الاولى امام المريخ وفي المباراه الثانيه امام شباب بلوزداد. ويظهر ان انا كلامي كان غلط. الترجي كان مكسر الدنيا في ماتش المريخ وكانت كور في العارضه وكسب 6-0 وبسم الله ما شاء الله كان عامل مباراه رائعه والناس كلها في الملعب مش مصدقه المستوى المبهر اللي قدمه نادي الترجي في هذا اللقاء. وهو كسب في الدقيقه 94 في اخر ثواني المباراه بكره ثابته من كتر المستوى الرائع اللي قدمه نادي الترجي. فهم زعلانين ان انا بقول كده ان في حظ وتوفيق في الفوز في هذا اللقاء. بتلعب المريخ اللي بيلعب طول الوقت خارج ارضه، بيلعب على ارضك وانت بتلعب قدام 50,000 متفرج بيدعموا فرقتك، وبتقول يعني ان مفيش حظ وتوفيق. الكرة فيها حظ وتوفيق على فكرة. ممكن تكون مش في يومك، ممكن تكون مش مأدي مباراة كبيرة وتكسب، وده عادي، وده في التحليل مفيهوش عيب. اولا مفيش حرب اعلاميه يا كابتن سمير، لان الحرب الاعلاميه دي مش موجوده على ارض الواقع. احنا بنتكلم كوره، والكوره اللغه بتاعتها واحده في كل حته في العالم. طيب في القناه الفئويه دي بنجيب كل الصحفيين التوانسه وبنعمل لهم مداخلات وبيقولوا وجهه نظرهم ورايهم، وبنستقبل الفرق التونسيه على اعلى مستوى. نمره 2، ما ينفعش لاعب سابق وكبير يقول على الزمالك ضحكني. الزمالك فرقه كبيره. لو حضرتك متابع كويس، يمكن انت بتسمع تصريحاتي عن الترجي، حضرتك لو متابع كويس يا كابتن سمير هتعرف ان احنا هنا في قناه الزمالك بننتقد اللعيبه، بننتقد المدير الفني، وبننتقد اداء الزمالك الفتره الاخيره. من بدايه يناير لغايه دلوقتي لم نقدم مباريات كبيره. قدمنا مباراه امام سموحه، ثم قبليها امام فيوتشر، نوعا ما امام المريخ، لكن لم نصل للمستوى المطلوب واحنا بعيد عن مستوانا. اذا احنا ما بنضخمش في الزمالك، ولا بنقول ان الزمالك ماشي بخطى عالميه ولا عامل نتائج رهيبه، ما بنقولش كده. احنا على ارض الواقع عارفين ان فرقتنا الفتره الاخيره بتقدم اداء متذبذب، وبنسعى ان شاء الله الفتره اللي جايه ان الزمالك يعود لمستواه، وان شاء الله يكون بكره العوده للمستوى ان شاء الله باذن الله. واتمنى ان لعيبه الزمالك تسمع الكلام اللي بيتقال في الترجي، في الاعلام الترجي. اعلامي اخر لقيته برضو بيتكلم على رئيس نادي الزمالك باسلوب يعني مش عايز اقول عيب وغير محترم. للاسف انا مش عارف ايه التوجه اللي ماشي هناك ده من بعض الاعلاميين ضد نادي الزمالك اللي بيحترم كل الانديه العربيه وبيقدرها. طيب لكن تعالى بقى، لو احنا بنتكلم بمنتهى الصراحه، وهو بيقول ان الزمالك بعيد قوي قوي قوي، بعيد قوي 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 عن الزمالك بعيد قوي، الترجي بعيد قوي عن الزمالك، يعني الترجي مستواه بعيد عن الزمالك فنيا. طيب كابتن سمير، انت كنت بتلعب في الافريقي، وانا اعلم جيدا يعني ايه افريقي ويعني ايه ترجي، ويعني ايه بعثتنا اللي موجوده في تونس دلوقتي جماهير الافريقي بتشجعها وعايز الزمالك يكسب الترجي. واعلم جيدا ان انت كنت لاعب في الافريقي، ظهورك على الشاشات بتحاول ان انت يعني تداعب الجماهير الترجويه على اساس ان ممكن يتقال عليك مش محايد. وانت عارف طبعا صديقي العزيز وصديقك اكيد زياد الجزيري، هذا اللاعب التاريخي، اما طلع قال كلمتين على الترجي بسبب التحكيم منع من الظهور شويه ورجعوه تاني بسبب كلامه عن التحكيم. يعني الترجي اللي انا بقول وجهة نظري الفنية فيه اللي ما فيهاش اي عيب خالص، مش عيب ان انت تكون موفق او محظوظ في بعض المباريات، دي كورة. ومش عيب ان الزمالك يكون بعيد عن مستواه، والرغم ان الزمالك بعيد عن مستواه لم يذكر احد ان الزمالك اما اتغلب من شباب بلوزداد اتغلب بضربة جزاء وهمية مش موجودة. عكس بقى الترجي اللي الكابتن سمير شايف ان هو مبهر او المحللين شايفين ان هو مبهر، هو اساسا صعوده لهذا الدور كان صعود بفضل التحكيم. صعوده من دور 32 لدوري المجموعات كان من المفترض ان يكون
بطل نيجيريا هو اللي موجود في دوري المجموعات، ولولا ضربة جزاء احتسبها الكابتن ابراهيم نور الدين، وكان طاقم تحكيم مصري احتسب كورة في الثواني الأخيرة من اللقاء، يعني في آخر دقيقة أو في الدقيقة 90، بعد ما كانت النتيجة رايحة لصعود الفريق النيجيري، ولكن تحكيميا احتسبت ضربة جزاء هي من بره، احتسبت جوه، والترجي بضربة الجزاء دي صعد لدوري المجموعات. فإذا لو كان الترجي مبهرا، وحضرتك بتتريق على الزمالك اتغلب من إذا كان أنت كسبان وصاعد لدوري المجموعات بضربة جزاء غير سليمة. تعالوا نشوف. ادي الكوره، وادي ضربه جزاء بره خالص اهي. كابتن ابراهيم نور الدين راح مدي انذار وحسب الكوره جوه، هيتجنن اللاعب طبعا. والكوره دي كانت، بصوا من بره هنا يا جماعه اهي، بصوا من بره الخط قدامنا، واللعيبه هتتجنن، ولعيبه الترجي بصوا من بره اهي، وراح واقع جوه. الكوره دي ادت الى صعود الترجي. طيب تمام. طيب الموسم الماضي اهلي طرابلس، اهلي بني غازي الليبي، نتيجه 0-0 في ليبيا، 2-2 في الترجي، ثم تسلل. وطاقم تحكيم مصري برضه بقياده الكابتن محمود البنا بيدي هدف في الدقيقه 89 يؤدي الى صعود الترجي لدوري المجموعات. تعالوا نشوف. يعني وده اللي انا بقوله يا جماعه، ادي اهو هدف ادى، وراح تسلل، وراح الكره اتصدت وراحت رجعت تاني وجت للاعب، والاثنين كانوا في تسلل على فكره. يعني في الكره الاولانيه كانوا الاثنين تسلل، واللي الكره جات له كان تسلل واضح جدا، واللاعب اهو جه راح للمساعد، وهو مساعد مصري للاسف كمان، قال له روح الكره جون. ده كابتن تحسين ابو السادات يا جماعه ولا مين ده؟ تقريبا فكروني بس عشان ادي الكوره. بصوا يا جماعه، بصوا التسلل، بصوا الرجل، بص. والتاني اللعيب اللي جاب الجون برضو كان تسلل، في وضع تسلل، بس هيقول لك دي كوره تانية. بص وضع تسلل اهو، كمل. الاثنين تسلل، والكوره اللي جت للاعب تسلل اتصدت، كمل اتصدت وراح جايبها جون. طبعا اللعبه الثانيه مش تسلل لان الكوره سابقه، فجت للاعب الثاني وحطها، وده ما كانش تسلل وحطها جون. الاول تسلل وصعد. لا انا عايزك تجيب لي الصوت يا جماعه معلش، عشان انتوا عارفين حازم الكديكي طبعا اللي علق على مباراه مصر وقال يا قلبي ما كسبنا ايطاليا في 2009 في كاس القارات بهدف لمحمد حمص. تعال نسمع. تسلل، لا 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 تسلل فيها تسلل في الكرة، ولكن الحكم احتسبها. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يعني في الكرة يعني بعد المتابعة، في الأصل المتابعة ما فيهاش فار، لكن القرار يعني لاينزمان الهدف الترجي خطأ فادح في وقت صعب جدا. شوفوا الإعادة، شوفوا الكرة، التسلل، يا عين كارثة يا بنا. أنا خايف منك يا بنا وما أدراك يا بنا لا كارثة، جريمة كبرى ترتكب في رادس الآن، جريمة كبرى، جريمة كارثة، أمر فاضح في رادس يرتكبه حكم المباراة بأمانة، بكل أمانة. ده طبعا مع احترامي لكابتن حازم الكديكي، كابتن محمود البنا ملوش علاقة، لأن طبعا مساعد الحكم هو المسؤول عن احتساب التسلل، يعني هو اللي شايف أكتر يعني. فده برضو اللي أنا بجيبه ده صوت وصورة، عشان المتلقي ما يقولش انت بتقول حاجه من دماغك ولا انت بتقول ايه ولا حاجه. فعيب ان احنا نقلل من نادي الزمالك. طب هل نكتفي بده؟ لا، تعالوا اوريكم حاله سيكازوي، الحكم الزامبي على ما اتذكر، الحكم اللي راح كاس العالم، اللي اعتزل التحكيم، اللي لم يحتسب طرد على احد لاعبي نهضه بركان مكان بيراميدز بيلعب في نهائي افريقيا، اللي لم يحتسب الهدف اللي جه بالايد قبليها. سيكازوي اللي كان موجود تم تبديله بكابتن رضوان جيد في نهائي افريقيا، لم يحتسب ضربه جزاء لاشرف بن شرقي. سيكازوي اللي تم ايقافه بعد هذا اللقاء، بعد في الدور قبل النهائي، ترجي بيلعب اول اغسطس الانجولي، وخلاص يعني خلاص هيصعدوا، خلاص يجيب جون
اول اغسطس الانجولي الحارس بيطلع يمسكها، بتقع من ايده، محدش يلمسه، اللعيب يحطها جوه الجون، يروح الحكم حاسبها فاول. طبعا عشان انا ما عنديش حقوق هجيب لكم الصور. بصوا يا جماعه، كمل لو في صوره تانية، كمل. بص مفيش حد لمس خالص اهو. كمل. مفيش لمس، الكره محدش لمسه. يعني الكره وقعت وراح اللاعب حطها جوه الجون، الحكم سيكازوي بسم الله ما شاء الله حسب. بص الكره وقعت من ايده من غير لمس، من غير ما حد يلمسه خالص، وراح اللعيب جابها جون. راح الترجي وصل نهائي افريقيا بالجون اللي تم الغائه. تمام. هل نكتفي بده؟ لا، نروح برضو للكابتن جهاد جريشه نجم التحليل في بعض القنوات. في نهائي افريقيا امام الوداد، كابتن جهاد جريشه رفض انه يحتسب ضربتي جزاء، وكان في تعديل في القانون هيبتدي يشتغل في شهر 7. راح كابتن جهاد جريشه لوحده راح معدل القانون قبلها ب3 شهور ومرضاش يحتسب ضربات جزاء. نكتفي بده؟ معاكم الكرة؟ معاكم الصور؟ تعال نشوفها كده. ودي طرد الخليل شمام بيدوس باسترزات الرجل ولم يتم طرده. وعلى فكره الالعاب دي كان فيها فار على ما تعتقد. كان في فار يا جماعه ولا لا؟ وات ايفر، نرجعوا لي تاني. كان في فار. طبعا مباراه العوده في تونس الفار باظ. مباراه العوده في تونس الترجي والوداد الفار باظ، والوداد كان مغلوب 1-0 وجاب هدف التعادل، هدف سليم 100%. بكاري جسامه بالمساعد بتاعه لغوا الجون. راح الوداد قال لك مش مكمل الماتش. كان فوزي لكشع طبعا الناس كلها بتشيد بيه دلوقتي، اللي هو رئيس الاتحاد المغربي، ورفضوا يكملوا. رئيس الوداد رفضوا يكملوا المباراه لان قال لك في فار. قال له اصل الفار مش شغال. طب يعني ايه الفار مش شغال؟ ما هو كان الفار شغال عندنا في المغرب. فساعتها الهدف، بصوا يا جماعه، ده متغطي اهو، راح محسوب تسلل. وساعتها الترجي حصل على بطولة افريقيا بسبب ان الوداد مرضاش يكمل البطولة، ما رضاش يكمل الماتش. وراحوا بقى للاتحاد الدولي ولجنة الانضباط وراحوا لمحكمة الكاس الرياضية، وفي النهاية اتخذ القرار بخسارة الوداد البطولة بسبب هذا التحكيم. تمام؟ نروح لاخر حاجة بقى واللي انا عايز اقولها. ليه انا سعيد؟ طبعا عايز اسلم سلام كبير جدا على الاستاذ طارق البشماوي. هو مش موجود دلوقتي اعتقد، كان ماسك لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي في يوم من الايام. انا بجيب الحاجات القريبه، مش هجيب مايكل انرامو خالص، مش هنجيب مايكل انرامو امام النادي الاهلي، مش هجيبها. لكن عايز اروح لحاجه، ان بكره حكم اللقاء رضوان جيد، وده اللي خلاني مبسوط وسعيد، ان طاقم تحكيم مغربي بقياده رضوان جيد، لانني اثق ثقه كبيره جدا في رضوان جيد كحكم 10/10 وكحكم نزيه. حتى لو اخطا لا يخطئ عن قصد ابدا خالص. فاتمنى ان بكره ان المباراه، وزي الحاجه الوحيده اللي الكابتن سمير من وجهه نظري قالوها صح، ان الفيصل هو الملعب. وده اللي انا بقوله لعيبه الزمالك بكره الناس بيقولوا عليكم انتوا فرقه بتضحك، الناس بيقللوا منكم كفرقه. نادي الزمالك بجلاله قدره عشان لعب ماتش ولا ماتشين وحش بيتقال عليه كلام لا يليق. فانتفضوا لنفسكم، لقيمتكم، لناديكم، لنفسكم، ازاي تلعبوا مباراه قويه، نبقى رجاله في الملعب. وعايز اقول كلمه اخيره لدول شمال افريقيا عامه اللي بكن ليها كل تقدير واحترام. قوه الفرق الشعبيه في جمهورها. عندما غاب جمهور الوداد وجمهور الرجاء من سنتين، الزمالك والاهلي كسبوا الوداد والرجاء هناك وهنا. عندما تغيب الجماهير، الترجي قوته في جمهوره بنسبة كبيرة.
والزمالك والاهلي قوتهم في جمهورهم. تخيلوا بقى لو انا بقول لكم اهو، انا راجل لعبت افريقيا وخدت اكتر لعيب في نادي الزمالك خد بطولات في افريقيا. تمام؟ انا واخد بطولة 93 والسوبر 93 بطولة 96 والسوبر 93 طبعا كان امام الاهلي، و96 والسوبر امام المقاولين في 96، وحصلت على الافرو اسيوي في 97، وحصلت على دوري الابطال، دوري كاس الكؤوس امام كانون ياوندي في الكاميرون، وحصلنا على امام الوداد والرجاء في نهائي افريقيا والسوبر. كل ده حصلنا عليه. مش عايز اقول لكم بقى انا في 88 افرو اسيوي كنت بتمرن مع الفرقه، ما لعبتش. تمام؟ ولعبنا افرو اسيوي وخسرنا، ولعبنا قدام هارس اوف اوك في السوبر افريقي وخسرنا، ولعبنا قدام الترجي في النهائي وخسرنا. ايام الهادي بن رخيص الله يرحمه، لعيب من لعيب الاساطير في كره القدم التونسيه اللي توفاه الله وهو صغير السن في احدى المباريات. وبالتالي انا بقول لكم انا كنا ننزل نخش بطوله افريقيا السلام عليكم ووصلنا دور قبل النهائي، خلاص مفيش هزار. نادي الزمالك ليه؟ عشان انا كان كل ماتش بيجي لي 50,000 و60,000 و40,000 وفي الماتشات كلها الاستاد مقفل فل مقفل. انا النهارده كان اسمه استاد الرعب. انا النهارده بروح العب قدام الترجي، الزمالك بيروح يلعب قدام الترجي 50,000 والترجي يلعب هنا 10,000. الاهلي يلعب قدام صن داونز 40,000 ويجي يلعب هنا 10,000. ده السنه دي، السنه اللي فاتت كنا 5000 واللي قبليها كان 1000. تمام؟ وبالتالي لو الزمالك يمتلك جمهوره والاهلي يمتلك جمهوره، انا بتكلم اهو على قطبي الكره المصريه، لا الوضع يختلف تماما. انا النهارده انا الخصم بتاعي والمنافس بتاعي في الكره بيلعب وسط جماهيره ال50,000. ال50,000 النهارده الهلال كان الهلال السوداني كان بيصارع ليه او متضايق ليه؟ كان عايز جمهوره يبقى حاضر. النهارده المريخ لو بيلعب على ارض وسط جمهوره الوضع يختلف. الانديه الجماهيريه دي قيمتها. الوداد جمهوره يخوف، الوداد جمهوره يرعب. هو ده قيمه الانديه الجماهيريه والشعبيه في جماهيرها. احنا نفتقد لجماهيرنا وان شاء الله الجماهير ترجع قريب. بس انا عايز اعرف الناس ان من ضمن اهم اسباب تراجع المستوى في بعض الاحيان هي غياب الجماهير، لان الجماهير هي روح كرة القدم، الجماهير هي قلب كرة القدم، هي اللي بتحرك المشاعر، هي اللي بتلهب الحماس، هي اللي بتخلي اللعيب ينزل ياكل النجيلة. ده اللي انا اعرفه وشفته في حياتي الكروية اما كنت بلعب في ماتشات كتيرة في افريقيا وفي ظل وجود الجماهير العظيمة في الملعب. يعني انا عايز اقول لكم الزمالك اما لعب مع الترجي في قطر والجالية المصرية كلها حاضرة الملعب والملعب كله مليان بنسبة 80% مصريين و20% توانسة، الزمالك كسب الترجي 3-1. كسب الترجي 3-1 والزمالك كان بطل الكونفدرالية والترجي بطل دوري ابطال افريقيا بعد اللجوء للمحاكم امام الوداد، فاكرين؟ وبالتالي لو سمحتم نحن نحترم كل الانديه ونقدر الانديه ونعلم جيدا ان كره القدم مكسب وخساره، ونعلم جيدا ان مفيش فريق طول الوقت بيبقى في اعلى ليفل عنده. في اوقات الليفل بينزل شويه ولكن الفرق الكبيره بتستعيد قوتها بسرعه، خصوصا كمان لما يكون معاهم جماهيرهم في ظهرهم في الملعب او حتى دلوقتي على السوشيال ميديا. ده اللي انا بطلبه. ان شاء الله لعيبه الزمالك تكون رجاله بكره رغم صعوبه اللقاء، رغم ان الترجي فريق محترم، رغم ان الترجي بيلعب في ملعبه امام 50,000 مناصر للترجي، ورغم ان الترجي هيجي يلعب بعديها ب10 ايام هنا امام 10,000 فقط في ملعب يسع لاكثر من 70,000 متفرج. وهذا هو الفارق، لكن لعبتنا رجاله. طيب تعال نروح كده لتصريحات مستر
فيريرا. انا هجيب لكم المؤتمر الصحفي وكده، بس في بعض التصريحات عملت لغط شويه لمستر فيريرا. طيب تعال نسمع. انا عايز مستر فيريرا كان بيتكلم على مباراه النجم الساحلي اللي خسر فيها الزمالك 5-1. تعالوا نسمعها ونرجع تاني، يلا. 7 anos atrás, من 7 سنين فاتت nas confederações jogamos contra o في كاس Futebol. الكونفدراليه كنا بنلعب مع النجم الساحلي Meias finais. نصف النهائي. A pressão do público foi demasiado كان ضغط grande para الجماهير nós. كان كبير بالنسبه لنا. A equipa não foi capaz de reagir الفرقه ما قدرتش يكون ليها رد فعل قدامها e perdemos 5-1. وخسرنا 5-1 في المباراه. E nesse campeonato todo perdemos 2 vezes só. وفي البطوله دي ما خسرناش غير مرتين. No jogo no Cairo, في مباراه في القاهره بعد sem كده público, من غير جماهير sem público, e e com 9 jogadores desde os 5 minutos da primeira parte, وبعد 5 دقايق من بدايه المباراه تم طرد لاعب ganhámos عندنا 3-0 وكسبنا 3-0 e tiveram quase وكنا um خلاص passo de perder. O que é dizer? خطوه للتاهل. O público, é como eu vos digo a vocês, زي ما بيقول لحضراتكم الجماهير é muito importante. مهمه جدا Os jogadores sentem as costas cobertas. عشان يحسوا ان ظهرهم O محمي. futebol é jogado para os adeptos. ان كره القدم بتتلعب O futebol للجماهير. joga-se. طيب بعض من جماهير الزمالك زعلت من تصريح مستر فيريرا. هو ازاي يقول ان الزمالك اتغلب 5-1 وكانت جماهير كتيره وبتاع؟ وعلى فكره في المؤتمر الصحفي نفسه كان بيقول ان احنا حظنا وحش في مصر ان احنا ما عندناش جماهير بتملى الملعب، وده احتراما لقرارات الامن. لكن عايز اقول حاجه بس للجماهير المصريه والزملكاويه، ثقافه الناس دي ومستر فيريرا ما عندهمش ولا يعتقدوا ان الهزيمه 5-1 دي اهانه وده عرض وشرف. دي رياضه، دي كوره. لو انت عايز تتكلم بقى على اهانه مثلا، لا اهانه كرويه مثلا، انا عايز اقول لك ان ماتش 5-1 ده كان 2-1 وضرب الجزاء 100% لحازم امام الباك رايت، 100% ولم تحتسب. لكن لو بنتكلم بقى على اهانه كرويه تضايق، اما تكون بتلعب 90 دقيقه على ارضك ومفيش جمهور زي اللي كان موجود هناك ايام النجم الساحلي في سوسه ولا في رادس ولا وات ايفر فين، اما تيجي تلعب وعلي جبر يطرد اول 3 دقايق والزمالك يكمل المباراه ب10 لعيبه ومطالب انه يكسب النجم الساحلي 4-0، فالزمالك ب10 لعيبه يكسب النجم الساحلي 3-0 وباسم مرسي يضيع فرصه بالدماغ كانت هتبقى الرابع بالقوه جمهور الزمالك كله قام وهو بيتفرج على الماتش بيسقف للعيبه والفيريرا لانهم بيلعبوا 10 لعيبه امام النجم الساحلي. لو بالمنطق ده يا جماعه يبقى احسن لعيب في العالم اسمه ميسي اتغلب من بايرن ميونخ 8-2 و5-2 ليفربول على ارضها في وجود محمد صلاح ووجود نجوم ليفربول وفان دايك وكل نجوم ليفربول كسبانين 2-0 على ارضهم واتغلبوا 5-2. ليفربول بجلاله قدره اتغلب من برشلونه 5-0. هناك في اوروبا الثقافه لا يتوقفوا كثيرا امام النتائج الكبيره، لان هم بيبقوا عارفين ان ده بيبقى اوف داي، ان دي كوره، ان الخساره وارده، ان الهزيمه في يوم مش يومي، واللعيبه اوت اوف فورم، بره الفورمه، وبالتالي ده طبيعي ومنطقي. لكن احنا هنا في مصر بناخدها اهانه وشرفنا وعرضنا، كلام مش كده خالص. الرياضه مكسب وخساره، الكوره مكسب وخساره. تأدي جوه الملعب ممكن تلعب مباراه عالميه ما يكونش فيه توفيق، ممكن تجتهد وتموت نفسك وتتغلب، ممكن تلعب أسوأ مبارياتك وتكسب. دي الكوره يا جماعه، وده اللي انا عايز اوصله لجمهور مصر وجمهور الزمالك العظيم. كلنا في ظهر مستر فيريرا. بكره عندنا ماتش صعب، الترجي فرقه مش سهله بتقوى بجمهورها الحاضر، ولكن عندنا ثقه في لاعبتنا، في صفقاتنا الجديده واضافاتها، في حكم نزيه
يستطيع ان يقود المباراه للعداله ويكسب من يكسب ويخسر من يخسر. دي كانت مقدمتنا النهارده.